تقولي له لا يعيط ويزعق ويترمي في الارض وتحسي ان انت فقدتي السيطره. بس لحظه واحده، هو مش عنيد، هو بس مش فاهمك. كان في ام بتحكي لي ان ابنها بيعيط بشكل هستيري اول ما تمنعه او تقول له لا على اي حاجه. تمنعه من اكل شيبس يعيط، تشيل منه الموبايل يزعق، تمنعه ينزل الشارع يرمي نفسه في الارض. فعملت ايه؟ الام كمان بقت كل حاجه تقول عليها لا، وفي لا 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 بقى العادي ان احنا بنقول لا كتير جدا. بس الحقيقه ان كلمه لا بقت بتمثل للطفل بيئه رافضه طول الوقت، ما بقاش عارف يميز هي لا دي بجد انت مش عايزه تعملي كده، ولا لا دي فيها كلام تاني ممكن ياثر عليكي بطريقه تانيه ويعمل اللي هو عايزه. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ جربي تعملي اعاده صياغه للجمله. يعني بدل ما تقولي لا على طول، قولي له انا عارفه ان انت هتعمل ده وهنعمله، بس خليها بعد الغد، او احنا مش هنفتح الموبايل دلوقتي عشان وقت الموبايل خلص، لكن ممكن نلعب مع بعض لعبه حلوه. انت كده ما قلتيش لا بشكل صريح، وفي نفس الوقت نفذتي اللي انت عايزاه، وده بيخلي الطفل يحس ان هو مش في صدام معاكي او مش محتاج يفرض رايه عليكي. لو حابب تتعلم تعديل سلوك وتدخل المجال كاخصائي تعديل سلوك، عملت لك كورس مجاني تقدر تتعلم منه اساسيات تعديل السلوك وبسهوله. سجل من خلال اللينك في الكومنت.